عبد القادر الراشدي في تركيب ألحان هذه القطعة، كما هو مبدع في تسميتها رقصة الأطلس. ومما يحكى عن هذه المقطوعة أن ملك المغرب الحسن الثاني رحمه الله أهداها إلى الشيخ صباح السالم أمير دولة الكويت رحمه الله عند زيارته للمغرب في السبعينات. وقد ظهرت هذه السيمفونية في عام 1948 ميلادية، وانتشرت على مستوى الوطن العربي. إن الفن الراقي والأصيل لا يندثر ولا يتغير، بل هو رسالة راقية عبر القرون والأزمنة.